اسمي دانيال، وحدث هذا عندما كنت في 19 من عمري. في إحدى الليالي قررت أنا وصديقتي أوليفيا استكشاف مقبرة مهجورة خارج مدينتنا. قال الناس إن المقبرة مغلقة منذ عقود، لكن أوليفيا عثرت على صورة قديمة على الإنترنت. أظهرت الصورة كنيسة حجرية صغيرة مخبأة بين القبور. لذا بعد منتصف الليل بقليل توجهنا بالسيارة إلى هناك. كانت بوابة المقبرة مفتوحة. كان هذا غريباً لأن المكان يفترض أن يكون مغلقاً. توغلنا في المقبرة مستخدمين مصابيح هواتفنا. في البداية كنا نمزح بشأن الأشباح، ثم سمعنا جرساً، رنة واحدة بطيئة. بعد ثوان قليلة رنة أخرى. اتبعنا الصوت حتى وجدنا الكنيسة. كانت قديمة ومغطاة بالكروم. لم يكن لها أبواب، فقط مدخل مظلم. ما إن دخلنا حتى أصبح الهواء بارداً كالثلج. تحركت أضواؤنا على المقاعد الخشبية المكسورة. في نهاية المصلى كان هناك مذبح حجري، وخلفه معلق صليب مقلوب. همست أوليفيا: دانيال، يجب أن نرحل. ثم رن الجرس مرة أخرى، لكن هذه المرة جاء الصوت من تحت أقدامنا. نظرنا إلى الأسفل. في منتصف الأرضية كان هناك باب خشبي مخفي. فتحته أوليفيا. أسفلنا كان هناك درج ضيق. ثم سمعنا امرأة تبكي. أرجوك، جاء صوتها من تحت الأرض، لا تتركيني هنا. ظنت أوليفيا أن أحدهم محاصر. قبل أن أتمكن من منعها بدأت بالنزول. تبعتها. انحدر الدرج أكثر فأكثر. بعد دقيقتين تقريباً وصلنا إلى ممر حجري طويل. في النهاية كان هناك باب خشبي. كان البكاء يأتي من خلفه. فتحت أوليفيا الباب ببطء. كانت الغرفة خالية. لم يكن هناك سوى كرسي قديم، وعلى الكرسي كانت صورة. تظهر الصورة أوليفيا وأنا نقف خارج الكنيسة. التقطت الصورة قبل دقائق فقط، لكن لم يرى أي منا أحداً. ثم لاحظت شيئاً. خلفنا وقف شخص طويل القامة بين القبور. كان وجهه أسود تماماً. أسقطت أوليفيا الصورة. ركبنا عائدين نحو الدرج، لكن الدرج اختفى. أصبح الممر مظلماً تماماً. ثم سمعنا المرأة تهمس من خلفنا: لقد فتحتما الباب. أضيئت الشموع على طول الجدران فجأة. في نهاية الممر وقفت امرأة ترتدي فستاناً أسود. كان وجهها مخفياً خلف شعرها الطويل. رفعت يدها ببطء وأشارت إلى أوليفيا، ثم قالت: واحدة منكن فقط تستطيع المغادرة. انطفأت الأنوار. صرخت أوليفيا. أمسكت بيدها وركضت. ركضنا في الظلام حتى رأينا ضوء القمر. هربنا من مدخل الكنيسة. في الخارج كانت المقبرة صامتة تماماً. ركبنا إلى سيارتي وانطلقنا. لم ينطق أي منا بكلمة. في صباح اليوم التالي اتصلت بي أوليفيا. كانت تبكي. قالت إنها نظرت إلى الصورة مرة أخرى. سألتها عما تغير. أرسلتها لي. فتحت الصورة. هذه المرة اختفى ذلك الشكل المظلم، لكن كان هناك الآن 3 أشخاص في الصورة: أوليفيا، أنا، ونسخة أخرى مني تقف خلفنا تبتسم. ثم همست أوليفيا عبر الهاتف: دانيال، من يقف خارج غرفتي؟ انقطع الاتصال فجأة. ذهبت بالسيارة إلى منزلها. كان بابها الأمامي مفتوحاً، لكن أوليفيا كانت قد غادرت. لم يبقى على الأرض سوى الصورة، وعلى ظهرها كتب:
كان عليك ألا تفتح الباب أبداً.